بعد كده استكمالا لاحداث المسرحيه والمسلسل برضه، المايند فلاير بيسيطر على هنري اللي هو فيكنا، والقدرات دي بتخليه بعد كده يتحول انه يأذي اللي حواليه. فبنلاقيه قتل اهله وقتل كمان بيتن ويبي. مين بيتن ويبي دي؟ بيتن ويبي دي اسمها كان موجود في المسرحيه دي طبقا لمسرحيه ذا فيرست شادو. البت دي كانت بتحبه وهي الوحيده اللي كانت متقبله طبيعته الغريبه دي، بس حتى ما قدرش يتحكم في نفسه وقتلها هي كمان. ودي النقطه اللي حولته خالص. هل الدنيا بتفضل ماشيه كده؟ لا. مين كان بيراقبه؟ دكتور برينر. عشان كده بنشوف برينر وهو بياخده لهوكنز لاب وبيبدا عليه تجارب مرعبه. التجارب دي انه عايز ينقل قدره هنري اللي هو بقى فيكنا ينقلها لاطفال تانية. فبنشوف 11 ومذبحه هوكنز وكل الاحداث دي بعد كده. المفروض ان هو بينقل القدرات دي ازاي؟ عن طريق الدم. طبعا احنا برضو ناخد بالنا من نقطه مهمه، ان هنري هو المنبع، هو اول واحد راح دايمنشن اكس. فبنلاقي مثلا ان 11 عندها قدره التحكم في انها تجيب الحاجات البعيده وتحرك الحاجات من على بعد وكده. بنلاقي اختها اللي هي لو فاكرين 008 عندها قدره تانية برضو اللي هي بتخلق ذكريات وتخلق حاجات ما حصلتش يعني تبين لك مشهد ما حصلش. كل دي اجزاء من قوه فيكنا الاصليه. فيكنا هو المنبع، يعني فيكنا اقوى من كل دول.